المعلومات اللي هشاركها معاكم النهاردة هتكون من كتاب اسمه Eat That Frog للكاتب براين تريسي، والكتاب ده يعتبر الأكتر والأشهر مبيعاً للكاتب. فكرة الكتاب أو المغزى من الكتاب هي عن الأولويات وإزاي إنك تنجز أكتر وتقلل التسويف والمماطلة. المعلومات اللي في الكتاب عملية جداً وتقدر تطبقها، مش كلام خيالي أو مثالي الكاتب بيقوله. بيحكي الكاتب عن نفسه في مقدمة الكتاب إن هو عاش طفولة قاسية غير مرفهة. كان الكاتب دايماً مقصر في دراسته، عنده إحساس إن هو عنده مميزات أقل من غيره، عنده شعور دائم إن هو غير قادر على إتمام مهماته على النحو المطلوب. ما كملش دراسته، اشتغل شغلانات كتير لحد ما ابتدت حياته تاخد منحنى مختلف. ابتدى يتعامل مع الناس اللي ناجحة في مجالاتهم ويتعلم منهم ويمشي على نفس طريقتهم. بعد كده ابتدى يحط لنفسه منهج مختلف خاص بيه لوحده واللي تميز بيه عن غيره، ودلوقتي يعتبر من أشهر الكتاب في تطوير الذات. في بداية الكتاب الكاتب بيقول مقولة لمارك توين بتقول إنك لو بدأت يومك تاكل ضفدعة حية فأنت تقدر تكمل يومك وأنت مطمن إن مفيش حاجة أسوأ من كده ممكن تحصل. وهي دي المقولة اللي استوحى منها الكاتب اسم الكتاب. طبعا هي مقولة ساخرة، والمقصود بالضفدعة هنا هي المهمة الصعبة أو القرار المهم اللي أنت لازم تاخده وبتقعد تماطل فيه. طيب لو أنت عليك إنك تاكل ضفدعتين فابدأ بالأبشع، يعني لو عندك حاجتين لازم تعملهم ابدأ بالأصعب، لو عندك قرارين مهمين لازم تاخدهم ابدأ بالقرار الأهم ثم المهم. طيب أنا ليه بعمل كده؟ أنت بتعمل ده لأنك لما بتنفذ المهمة الصعبة دي وبتخلصها دماغك بتفرز مادة اسمها الإندورفين واللي بتديلك شعور الثقة بالنفس. وحاول تعتمد العادة دي على مدار حياتك من غير تفكير كتير. أنا ببدأ بالحاجة الصعبة. حاول تتصور نفسك على الصورة اللي بتتمنى تكون عليها. يعني إيه؟ هات ورقة واكتب فيها طموحك المستقبلي بوصفه كأنه حالك دلوقتي. مثلا أنا دلوقتي بتكلم 3 لغات، والنقطة دي كفيلة إن هي تغير حياتك. حدد هدفك بوضوح، ابعد عن الغموض في أهدافك. يعني بلاش الأهداف اللي من نوعية صحة أفضل، مستقبل أفضل، تعليم أفضل. خلي أفكارك وأهدافك مكتوبة، ما تكتفيش بكونها في تفكيرك بس. يعني حولها من مجرد فكرة في دماغك لورق أنت شايفه بعينيك. طيب هو إيه الفكرة؟ يعني ده حتى الدنيا اتطورت وتضييع وقت إني أقعد أكتب والكلام ده. طيب خليني أقولك إنك إن كنت شايف إن الكتابة فيها تضييع لشوية وقت من وقتك زي ما أنت متصور، إلا إنها بتحافظ على الطاقة المهدرة، بتحافظ عليك من إنك تكون مشتت، كمان بتجنبك المماطلة في تنفيذ المهمات الشاقة واللي أنت عارف من جواك إنك هتماطل علشان تعملها. حاول تحط خطة زمنية محددة ومكتوبة لأهدافك وازرع جواك التصميم على تنفيذها. خلي عندك الإرادة لده. النقطة اللي جاية دي مهمة جدا. نفذ حالا، ابدأ دلوقتي، ابعد عن يوم السبت والشهر الجاي والسنة الجاية. طبق قاعدة 80-20 واحنا كنا اتكلمنا عنها بتفصيل أكتر، ولو ما شفتش الفيديو فانصحك إنك ترجع وتشوفه. في مقولة بتقول إن دايما في الوقت الكافي لو احنا عايزين. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون مطلوب منك 10 مهمات خلال اليوم، لكن في مهمتين أساسيين لو نفذتهم الأول فده هيعود عليك بنفع أكبر من غيرهم. علشان كده حدد أولوياتك، حدد هدفك، ابدأ بالمهم حتى لو كان صعب. وهي دي الفكرة الأساسية من الكتاب. اتعلم تقول لأ للحاجة الغير مناسبة ليك، لأن ده هيساعدك كتير. طيب الكاتب بيشرح لنا أو بيحاول يوضح لنا أنا ليه أساساً بسوف وبماطل. الكاتب بيقول إن مبدأ التسويف والمماطلة ممكن يرجع لسببين. أول سبب حاجة حصلت في الماضي، موقف حصل ليك قبل كده، فممكن يكون أنت تعرضت لتوبيخ أو إحراج أو حتى فشل، فبدل من إنك بتحاول تتعرف على اللي هيساعدك تحل المشكلة أو النقص اللي اتوجد في الجزئية دي، أنت لا إرادياً بتلجأ للحل السهل ألا وهو التسويف والمماطلة. السبب التاني إنه يكون التوهان، أنت مش عارف أنت عايز إيه بالظبط. لما هتحط أفكارك على الورق وترتبها وتحط خطة زمنية دايمة بيساعدك إنك توصل لهدفك بطريقة هادية مدروسة ومنظمة مش عشوائية. الكاتب بيقول لنا الهدف اللي انت مش كاتبه قدامك على الورق هو غالبا هيفضل أمنية. كمان بيتكلم عن البيئة اللي حوالينا. حاول تخليها بيئة مساعدة ليك. يعني إيه؟ يعني المكان اللي انت بتشتغل فيه، المكان اللي أنا هقعد أذاكر فيه، أجهز كل حاجة مطلوبة مني قدامي، الورق اللي هشتغل بيه، القهوة بتاعتي، كل حاجة تكون موجودة قدامك. كمان المكان ده يكون خالي من أي مشتتات، المكان يكون نظيف ومرتب. وافتكر إن مشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة. مش الفكرة إني أفرح بإنجاز مهول وبعدين أوقف، الفكرة في حاجة صغيرة بس مستمرة توصلنا لهدفنا على أكمل وجه. وتقريبا النقطة دي مشتركة في جميع الكتب اللي أنا قريتها إلى الآن. تفائل، خلي كلامك على قد ما تقدر إيجابي، عينك بتشوف الإيجابي وسط السلبيات. حتى في المشكلة اللي حاصلة ليك دلوقتي بص ليها بعين تانية. اشتغل على نفسك وحسنها من كل الجوانب، جسديا وعقليا وقلبيا. ما تحاولش تركز على جانب واحد وتهمل بقية الجوانب. يمكن تكون شايف نفسك عادي وأوقات أقل من العادي، بس الكاتب بيقول إنك أنت عندك طاقة وموهبة أنت لسه ما تعرفش عنها حاجة لغاية ما تبدأ تكتشفها بنفسك.
اشتغل دايما وعود نفسك على حالة الطوارئ، يعني حاول تزود من سرعتك. وتقريبا النقطة دي احنا كمان اتكلمنا عنها في فيديو مخصوص في قانون باركنسون، لما قلنا حاول تزود من سرعتك وتحط لنفسك وقت أو ديدلاين أقل من المطلوب. ابدأ بالحاجة اللي لاقي نفسك بتمطل فيها، قسم المهمات بتاعتك لمهمات صغيرة واستمر عليها. ما تقومش من على مكتبك غير لما تخلص المهمة اللي انت حاططها لنفسك. وافتكر إن أسوأ حاجة تعملها في حق وقتك إنك تعمل حاجة بطريقة مثالية ما كانش مطلوب أساساً إنك تعملها. بس كده، أعاننا الله وإياكم.